السلام عليكم ورحمة الله. كابوس يطارد جمال بالماضي الناخب الوطني لمنتخب الجزائر قبل كأس الأمم الإفريقية. ما هو هذا الكابوس وهل يستطيع جمال بالماضي علاج هذا الأمر؟ هنعرف كل تفاصيل هذا الخبر في هذا الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ إخواني الكرام لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة ولايك علشان الفيديو ده ينتشر أكبر عدد من الناس، واذكر الله وصلى على النبي. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. يواجه الناخب الوطني جمال بالماضي كابوسا من القلب قبل تصفيات كأس العالم وقبل كأس الأمم الإفريقية القادمة. وطبعا منتخب الجزائر يدخل هذه البطولة وهو يحلم كما تحلم جميع المنتخبات بالتتويج بهذا اللقب الثالث في تاريخ الجزائر. ويخشى جمال بالماضي من سيناريو كارثي قد يمنعه من استخدام لاعبين مهمين جدا في المنتخب، وهما إسماعيل بن ناصر ونبيل بن طالب. ويدخل إسماعيل بن ناصر سباق زمن من أجل التعافي من الإصابة التي قد تعرض لها على مستوى الركبة، وذكرت بعض التقارير الصحفية أنه قد يسجل في قائمة منتخب الجزائر، وإن وصل الخضر إلى الأدوار النهائية فقد يشارك في المباراة النهائية ومباراة نصف النهائي أو مباراة ربع النهائي أيضا. أما عن نبيل بن طالب فقد كشفت بعض التقارير الصحفية أنه يعاني من مشاكل صحية كبيرة اكتشفت مؤخرا قد تمنعه من ممارسة كرة القدم فيما بعد، وتحديدا حينما خضع للكشف الطبي قبل الالتحاق بنادي ليل الفرنسي. وإن تلقى موافقة من اللجنة الطبية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم فقد يشارك في المباريات في قادم المواعيد، وسيكون بذلك متاحا لجمال بالماضي ومنتخب الجزائر. وطبعا في حال تأكد غياب اللاعبان فسيكون على جمال بالماضي البحث عن بدائل، وهذا أمر صعب في هذا التوقيت بالأخص. أتمنى تشاركنا رأيك أخي الكريم في الكومنتات، هل سيلحق اللاعبان بمنتخب الجزائر في أمم إفريقيا بالأخص أم لا؟ لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.